حكيم وواسطة خير لقيت مشكلة في القبيلة. حاول على الحل لأنه كان عاقل حكيم وانضم إلى ناس لأجل الشر ينزع فتيلة. أخي الاستماع الكريم، هذا القصيدة كلمات الشاعر أبو شفيق مصطفى الفيصل، وهي تحكي عن مقتل أخيها المرحوم لطف محمد صالح الفيصل مع تحيات تسجيلات الأدور. سمع شعر خولان جوز الحمري تقاطع جوزة. أبو شفيق قال يا القوال بالحزين الأليم، اسطر عنينك وحزنك والأسى كل ليلة، بعد الفقيد البطل لطف الأصيل الكريم، رمز الوفا والشجاعة والرجال الأصيلة، ذي كان قصده يداوي كل جرح سقيم، وواسطة خير الأيات مشكلة في القبيلة. حاول على الحل لأنه كان عاقل حكيم، والظن لا ناس لاجل الشر ينزع فتيله، وكم نصحناه لك وكان قلبه سليم، أوفى مع الناس ذي ما قدروا شي جميله، كم ساري كم جاي طاف في نارها والجحيم، وقال يا أصحابنا كل يطرح صميله. وكان واثق بهم من خاطره والصميم، وللفتن للأسد قد خططوا له بحيلة، ولطف معروف ما يحقد ولا هو لئيم، ويطفي النار وهم بي واصلوا في شعيرة، حتى أتى الغدر من ذاك الصديق الحميم، نصيبي ذي كان صاحب لطف مد طويلة. كانوا في الليل جوية ورموا بأهلي قديم، واحنا نقول بات عباد والناس تقول مستحيلة، وبعدها قام ورد لطف عنده يقيم، ولطف واثق بأنه مثل أخوها وزميله، ركب معه في المطر في خطه المستقيم، من وسط وادي مشابه كانت أول وسيلة. لوسط مفرق حباش حاوي في المكان الهشيم، وقال يا لطف انزل بنتظر لك قليلة، انت عليك وصل لقيت لا توقع شي عديم، وانا عاد احميك من يد ما خاطر تجيله، فقام لطف البريصة ادى كلام الرجيم، وقال حاضر وشلل القد وماشي سبيله.
غشيم بالشال مثل الثمين كل قاد اشفى غليله رموا عليه بالرصاص خلوا عظامه رميم وصوبوا نحوها نواة الرصاص الثقيله ولطف صيح وقالها ذا عملكم وخيم وقال انا بوجهكم لكن ولا حد رثيله الرجل كأنه غريب ما عنده إحساس ولا عنده مشاعر نبيلة قتل صديقه وهو قد يشم النسيم لا شك له دور فيها ذي الأمور الرذيلة واليوم هارب وهو كان بالمخطط فيهم ارتاح حين شاف جثة لطف امام قتيله لكن انا اصبر وماليه واصبر في اجره عظيم والعدل والشرع مانع كبر بحاجه بديله لابد لك يا نصيب من قول سينا وجيم ومن بدا بالمصايب في المصايب تجيله هذا ويا لطف نسأل ربي عالم رحيم أن يسكنك جنب